السلام عليكم الخوت كاكو دايرين لاباس عليكم. بداية كأس العالم وانطلاقة كأس العالم اليوم في أستراليا ونيوزيلندا. كأس العالم للسيدات، والانطلاقة اللي كانت بين المنتخب النيوزيلندي اللي فاز ب 1-0 ودخل للتاريخ، والمنتخب الأسترالي اللي ربح توا ب 1-0 اليوم. ولكن احنا الهم ديالنا والشغل ديالنا هو المنتخب المغربي للسيدات اللي غادي تكون عنده أول انطلاقة إن شاء الله يوم الاثنين مع 10:30 ديال الصباح. الانطلاقه اللي غادي تكون مع المنتخب الالماني، وحنا نعرفوا الكره الالمانيه والمنتخب الالماني مكلاسي الثاني عالميا. ولكن هذا الشيء ما يخوفش. علاش؟ قال لك اللي ان شاء الله يمشيو يديروا النيه ويمشيو بنيتهم كيما دار الركراكي، وما تكونش هذيك شو الركراكي خلعهم توصل نصف النهايه. يديروا النيه والله العظيم يقدروا يخلقوا المفاجاه واخا يفوتوا غير الدوزيام تور. يعني اول مشاركه عربيه واول مشاركه ديالهم، بنادم ما يطلبش منهم الكثير، يطلب منهم يشرفوا البلاد ديالهم، يشرفوا الرايه ديالهم، يشرفوا ملكهم، يشرفوا لانه وفر لهم كلش الامكانيات باش يوصلوا لهذا المستوى اللي راهم فيه. تخيل نتايا تشوف ما شاء الله النساء هذيك اللي سيرتو هذيك اللي دايره الحجاب تشرف بلادها وبهذيك الطريقه، والنشيد الوطني يطلع في السماء. راه ما كاينش هادشي كاع هذا الشيء. راه اي واحد تكون في بلاصتو راه مشكله. يعني النشيد الوطني وهذاك التخربيق ماشي كيما حنا خسرنا ب 13-0. حنا ما قالناش النشيد الوطني، حنا عطاونا 13 ديك تقولنا ب 13-0. قلت لكم شوف غير ربي ما قال لك واحد اللاعبه ديالنا مشات عندهم قالت لهم تحاولوا، ما قالوا عطاهم 20 و30. المهم ما علينا، نتمنوا لهم الخير. الناس راها في كاس العالم، التحضيرات رانا نشوفوهم صباح وعشيه. مركز التدريب راهم يتدربوا في استراليا ما شاء الله. الدنيا ما شاء الله. يعني كيما نقولوا التريكويات وهذاك المهم حاجه فور. وخا هما نهضروا الحقيقه يعني ماشي سهله. راه كاس العالم سيرتو تفرجت قبيله الماتش ديال نيوزيلندا، الناس يطيروا ابن عمي هذوك يلعبوا مع فريق الوطني ولا فريق ديال المنتخب الرجال يمكن ينافسوا معاه يدقدقوه والله الا يطيروا والله. وصحاح بلاندي وتشوف الاستراليا مع ايرلندا يا بن عمي يا ود. علاش واخا هما النساء هذا ولاو هذا العام راهم تحسنوا بزاف تكتيكيا، تحسنوا حتى في الصحه، في القوه البدنيه، في الالتحامات، في الديو. تعرف والله الا الصباط زعما نهضروا الصراحه. المنتخب البرازيلي ولا هذوك بحال البرازيل الميريكان هذوك اللي كنت تلعب معاهم يلعبوا معاهم الرجال يدقدقوهم. عاود حكا غدوه ان شاء الله الحكمه اللي غادي تكون المنتخب الامريكي والمنتخب الفيتنامي شكون؟ مغربيه. حكمه مغربيه اللي غادي تكون اللي غادي تقود مقابله النار غادي تكون شاعله ما بين امريكا والفيتنام. وتعرفوا ما بين امريكا والفيتنام واش صاري. المهم راها كيما نقولوا راها زايه، خليوها تزها وان شاء الله باذن الله المنتخب المغربي يمشي بعيد. تشوف انت حكامه مغربيه تقود مقابله رائعه ومقابله يعني ماشي سهله ما بين امريكا وفيتنام. يعني النار غادي تشعل بيناتهم. المنتخب المغربي غادي يواجه الالمانيا بانها غادي خصو يلعب كيما دارت نيوزيلندا بلوك ولي كونتر. واش كون من الكونتر صحيح والفرصه اللي تجي ما يعطيوهاش والبلوك. ويعرفوا راه هذاك المدرب الفرنساوي راه دام عليه القاب، يعني معروف هذا المدرب الفرنساوي لهذا المنتخب المغربي. زيد على ذلك شحال هو معاهم. يعني خاص غير البلوك تبلوكيهم شويه ولي كونتر وضربهم ترمي لهم بونت تولي عاود بلوكيهم. ربي يجيب التيسير ويديروا النيه ودعيوا معاهم ان شاء الله باذن الله يمشيوا بعيد في هذه المسابقه، لان هذه المسابقه راه كاس العالم واول مشاركه ديالهم واول مشاركه ديال العرب. يعني راه موراها ما غاديش تشوفوا كاع شي الا المنتخب المغربي زاد العام الاخر ومشى، لانه هو الوحيد اللي راه محسن وراه مهيكل بواحد الهيكله قاعديه. الاوديسات الاوفان مهم كاع راهم يلعبوا وقادرين هذا العام يديو تجربه موراها واحد عاود كاس العالم الجايه يدخلوا باش يلعبوا على شي مراكز، لانه منتخب قوي ومنتخب جاي وعندهم كاين لعابه ديال التجربه وكاين لعابه ديال الشباب. زيد على ذلك مشات معاهم هذيك اللعابه اللي جات عندنا وهربت الله يجزاك الخير. هي جات عندنا وهربت قلعت ومشات عندهم تلعب معاهم كاس العالم. انيسه وراها فرحانه وناشطه وما قادها. جيت قعد معنا حنا خسرنا ب 13 ابن عمي 13. راه عطاونا 13 كوت ديفوار. المنتخب السنغال عطانا 4 في 3 7. دو ماتش لعبناهم معاه دينا 7. الكبار داو 7 الاوفان داو 13. يعني حسبها انت 7 و 13 20 هذيك هي 10 10. المهم
نباركوا له المنتخب المغربي، وإن شاء الله نتمنوا له التألق، وإن شاء الله نتمنوا له الازدهار، ونهار 3 كيما قال الآخر بنادم واخا هي الصباح مع 10:30 نهار الإثنين واخا هي الصباح مع 10:30 ولكن بنادم ينوض ويتفرج لهم ويشجعهم ويوقف معاهم وإلى الأمام. ما تخافوش راه راكو بنات دقدقيها ولا دقدقي كيما قال له الآخر. واش تا هو خصو يكون المنتخب المدرب المغربي ذكي. وسمعنا المدربة ديال الألمانية عندها 2 ديال اللعابة كانوا من خيرة اللعابة يمكن هما الرسميين تبليساو. المدرب المغربي خصو يكون ذكي، يلعب البلوك ويعصبهم شوية ويحاول يسجل في أي لحظة تجيه، أي فرصة الأولى تجيك تلصقها كيما دار وليد الركراكي. واش ديرتو الماتش الأول، شتو وليد الركراكي الماتش الأول واش دار تعادل الزوج دار ربحة، هذيك هي يزيرهم يدير تعادل والماتش الزوج يحاول باش يربح باش يكسب، لأنه كوريا والكولومبيا ناقصين شوية على ألمانيا قوي، هو قوي جدا يعني المركز الثاني عالميا وداي 2 كيسان عالم ماشي سهلة. وحنا نتمنوا لهم الخير، نتمنوا لهم المسرة، نتمنوا لهم النجاح، نتمنوا لهم يركزوا في وسط الماتش، يحطوا كيما نقولوا راسهم مع الماتش، وهما وراني عارف بلي راهم متشوقين. واش هي هذيك الربع ساعة الأولى ولا 10 دقائق الأولى غادي يتخلعوا، لأنه راك عارف كأس العالم ماشي سهلة، ولكن غير تفوت عليهم هذيك الربع ساعة وتفرجوا عليهم كي غادي يتسقدوا، لأن أول مشاركة ما عندهمش تجربة، ما يطلبش منهم المستحيلات. إلا خرجت بتعادل راه درت إنجاز خارق مع ألمانيا، وإلا كسبت ألمانيا هذيك غيدخل التاريخ بها. وإن شاء الله بإذن الله بالتوفيق والمسرات. وحنا نتمناو لهم. شوف على كيما قال الآخر الواحد اللي يرفد راية الإسلام والعروبة وهذاك الدين، شوف ترفد أي واحد يجي يقول لك المغرب غيتلعب مع ألمانيا ولا ذوك الأستراليين. المغرب بلاد مسلمة، يعني الناس كيفاش بلد إفريقي يعرفوك، والنشيد الوطني ترفع راه ما هي مرونوها. وهذوك اللاعبات خاصهم تحفيزات، خاصهم يدير لهم الطريقه اللي دارها وليد الركراكي المنتخب. اعطيهم تكتيكيا وهما يعرفوا، ولكن زيد حفزهم بالطرق ديال تمغربيت كما يقولوا المغاربه ديال يعني مغاربه تمغربيت، هذيك هي يعطيها لهم. وان شاء الله باذن الله يمشيوا بعيد، وبالتوفيق لخوتنا المغاربه والاشقاء المغاربه. وحنا رانا معاهم، وحنا نتمنوا لهم غير خير. انا والله يديو كاس العالم، اقسم لكم بالله العظيم الا ندير نفرح، ماشي غير نفرح لانه بلاد مسلمه وراهم يلعبوا وراهم مشرفيننا والكره زاهيه معاهم. يعني كان شيء اعطيني مصر ما كانش، تونس ما كانش، الجزائر ما كانش، وشاه ليبيا ما نهضروش عليه. يا بيان سور تشجع حموم وتشجع، وزيد تشوف وحده لعبه بالحجاب تشوفهم يقولوا لا اله الا الله يصلي ودير. واش غادي نشجع انا؟ نمشي نشجع استراليا؟ واش غادي نشجع المانيا؟ راه عيب عليا كاع ما جاياش كاع الهضره. شجع خوتنا المغاربه، واللي بغى يضرب راسو مع الحيط يخبطه مع الحيط منا ويعاود يخبطه، لانهم احنا خاطئين. انا ما عنديش خلفيات، ما عندي والو، عندي حاجه واحده نتبع كره القدم. خوتنا المغاربه راهم في العلالي، نتبعهم وان شاء الله يبقاو في العلالي وما يهودوش كاع من العلالي، يبقاو غير تما كره زاهيه معاهم والدنيا زاهيه. هذا الشيء اللي نتمناوه. الناس راها تلعب الكره خويا، الناس ما راهاش تجي. انا ما شفتش اعلاميين في الاعلام طايحين على رئيس الاتحاديه ديالنا، ولا يقول لك هذوك راهم يخلطونا، ولا يقول لك مؤامره، ولا يقول لك كولاسه، ولا يقول والو، ولا يقول لك راه يجينا من هي. ما كانش خدامين. انا مش شفتهم هكا، شقت لي عليهم، حبيتهم وعجبوني ودخلوا لي لخاطري، وراني نتبع فيهم. واللي بغى يضرب راسو مع الحيط يضرب راسو مع الحيط. وزيد بزياده مسلمين ونساب وحباب ومخلطين. انا ما عنديش هيك خلفيات، انا نقولها لكم في الوجه نطرطقها لكم. كاين شي وحدين من يتفرجوا هذا الفيديو يبغوا يبكيوا علاش، يقول لك انا نشجعهم من هشام. انا والله لا بقلبي، انا والله ما على بالي بتا بشي واحد حر، ونهضر كما قال الاخر، نهضر الحقيقه. واللي بغى يضرب راسو مع الحيط يضرب راسو مع الحيط. ومازال كاين شي صحافه انا خاصني غادي نتبعهم تيجيبوا لنا الادله بانه القجع يدير الرشوه ولا القجع يدير الفساد. لو كان غادي كاع نحطكم يا الصحافه كل نهار ندير صحفي زوج بالادي تجيبوا لي الدليل. الا ما جبتوش الدليل يعني نتوما هما اللي يديروا الكولاسه، وانتم هما اللي يديروا الفساد في الرياضه الجزائريه. هما القجع خاطئ والقجع متبري منكم. المهم القجع خدمته في بلادو ومتبري منكم، ولا يدير الكولاسه راه يديرها على جال بلادو، ولا راه يخدم ما راهش يدير الكولاسه باش يضرني، راه يدير على جال بلادو، راه يخدم بلادو.
نجيب لكم من الاخر. يلا السلام عليكم، تهلاو في راسكم الى فيديو اخر ان شاء الله، وبالتوفيق اللابؤات الاطلس وبالمسارات ان شاء الله. السلام عليكم، تهلاو في راسكم.